تخيل لو كان في حورية بحر وقعت في حب شخص من عالم البشر، فيا ترى هتضحي بكل حاجة عشان تقدر تعيش معاه؟ فتعالوا نشوف ايريل بطلتنا النهاردة ازاي اخدت القرار الجريء ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساناش في اللايك الشياك. وبيبدأ فيلمنا النهاردة بمجموعة من البحارة بقيادة الامير ايريك، وبيكون كل متعتهم في الحياة انهم يفضلوا في البحر بالايام والشهور، وفي الوقت ده بيقدروا يجمعوا اكبر عدد من البضائع المعتبرة، وبيستعدوا بعدها انهم يرجعوا لبلادهم واهلهم من تاني. وساعتها بقى بنتعرف على ملك البحور تريتون اللي بيكون عامل لبناته اجتماع كده على الضيق في قاع المحيط، وعلى طول بيلاحظ ان المرميد ايريل مش موجوده في وسطهم، وبيبعت عثمان اللي كان الخادم بتاعه يدور عليها في البحر كله من فوق لتحت. وفي نفس الوقت بتكون ايريل وصاحبتها مسحولين في تجميع الكنوز البشريه، وبيكتشفوا سوا بالصدفه مركب كده غرقانه في القاع من الاف السنين، وما منعهمش خوفهم من اي حاجه ممكن تعرض حياتهم للخطر. وفعلا بتلاقي ايريل جوه المركب حبه انتيكات من اللي قلبك يحبها، لكن للاسف حبها للاستكشاف ده بيوديهم في سكه اللي يروح ما يرجعش. وساعتها بتفضل تجري يمين وشمال لحد ما فعلا بتقدر تخدع القرش بكل شجاعه. ومن كتر هوس ايريل باي حاجه ليها علاقه بعالم البشر بتجري على نورس عشان تساله عن اسم كل الانتيكات اللي لقيتها. ووسط ما هم قاعدين بيحكوا ويضحكوا عن كل حاجه تخص البشر، بيجي عثمان الغلبان بعد ما لف عليها البحر كله كعب داير عشان يفكرها بميعاد الاجتماع، وعلى طول بتاخد ديلها في سنينها لعل وعسى تلحق توصل قبل فوات الاوان. وللاسف بنلاقي تريتون شايط من استهتارها بكل مواعيد واجتماعات العيله، وطبعا بيفضل يبستف فيها لحد ما يا عيني بتمشي وهي دمعتها على خدها. وساعتها بيكون الملك في قمه الحزن عشان البنوته دي بتكون اقرب حد لقلبه. ومش بس كده، ده كمان بيأمر عثمان انه يفضل وراها زي ضلها. وعلى طول بتروح ايريل للكهف السري بتاعها اللي كانت مخبيه فيه كل الكنوز البشريه، وساعتها بيدور في دماغها اسئله كتيره قوي بسبب كره باباها اللي مش مفهوم لكل البشر. وبتفضل تحلم انها تكون بني ادمه في يوم من الايام، وبيكون كل املها في الدنيا انها تقضي ساعه واحده بس بره البحر. وبتلاقي احلى احتفاليه معموله من البحاره بمناسبه انهم خلاص راجعين لاهلهم. وهنا بقى بنتفاجئ باجواء تانية كلها رقص وزقططه وحاجات كده من اللي قلبك يحبها، لكن فجاه بتحصل عاصفه ولا زعابيب امشير وبتطربق الدنيا على دماغ كل اللي موجودين في السفينه. ومش بس كده، ده كمان بتقوم حريقه في اقل من ثانيه، وبيضطر كل البحاره انهم ينطوا من المركب ولا كانهم في ترامبولين. ووقتها مش بيلاقوا اي حلول غير انهم يركبوا مركب النجاه ويقولوا يا فكيك. وساعتها بيكون الامير واقف محتاس لحد ما بتيجي خشب على راسه بتوديه في اعماق المحيط، وعلى طول بسرعه البرق بتظهر له ايريل وبتاخده لبر الامان بعد ما كان خلاص راح في غيبوبه السنين. وساعتها بيشوفها عثمان وبيكون معاه نورس الفتان، وبيفضل يحذره من انه يقول اي حاجه من اللي شافها دي للملك تريتون. وبالرغم من كل الاختلافات اللي بينهم بتوع المرميد في حب انسان من اول نظره. ومش بس كده، دي كمان بتتمنى انهم يكونوا لبعض في يوم من الايام. وهنا بنكتشف ان الساحره الشريره بتشوف كل ده من بلورتها السحريه، وبتحاول انها تستغل كل ده لمصلحتها الشخصيه في محاربه الملك تريتون. وبعدها عثمان بيقلب البحر من فوق لتحته لحد ما بيلاقي ايريل جوه الكهف السري، وبيفضل يديها حكم ومواعظ يمكن تبطل حب في البني ادمين، وبيعرفها كده بالطريقه ان الامان الوحيد ليها هيبقى جوه المحيط، وان الدنيا مع البشر مليانه مخاطر هتوديها ورا الشمس. وساعتها بيفضلوا يرقصوا ولا كانهم في فرح بنت السلطان، وبتكون في منتهى السعاده وسط كل الاجواء دي. وفي نفس الوقت بيكون الامير ايريك خلاص هيجن جنونه، وبيكون كل همه انه يلاقي البنت اللي انقذته من الموت. وبنلاقي مامته الملكه خايفه عليه جدا من الرحلات البحريه اللي ساحل نفسه فيها، وبتأمره انه ما يعتبش البحر تاني. وساعتها بيمشي ايريك وهو في منتهى الحزن على كل احلامه اللي بتطير قدامه في الهواء، وبيروح البحر على امل انه يلاقي فتاة احلامه هناك، وبيقرر يقلب الدنيا من فوقها لتحتها لحد ما يبان لها صاحب. وعلى الناحيه التانيه بنلاقي ايريك قاعده بتهاتي مع اخواتها في الدفاع عن البشر، لحد ما بيجي باباها وبيعرفها ان كل ده مجرد اوهام في دماغها هي بس. وبعدها بيجيب المخبر السري بتاعه من تحت تقاطيع البحر، وبيحاول كده بالطريقه يعرف منه اي معلومات يطمن بيها على ايريل. ومن اول قلم بيقر ويعترف عثمان بكل حاجه حصلت معاها، وبيقول له كمان على مكان الكهف السري بتاع المسكينه اللي يا عيني اول لما بتوصل الكهف بتلاقي الملك في انتظارها هناك، وبعد نقاش طويل بينهم بيدمر لها الكهف بكل اللي فيه. وساعتها بتحاول تمنعه بكل الطرق الممكنه، وبتحزن جدا على شقى عمرها اللي راح كله في غمضه عين. وفي عز ما ايريل بتكون قاعده غرقانه في احزانها بتقرر الساحره الشريره تستغل ضعفها ده لمصلحتها الشخصيه، وعلى طول بتاكل بعقلها حلاوه، وبالطريقه كده بتقدر تقنعها ان في ايديها حل لكل مشاكلها. وبمجرد وصولهم لبيت الساحره بيكون كل همها انها تلاقي حل لمشكلتها. وطبعا بتحاول اورسلا تستغل ضعفها ده، ما هي فرصه وجات لحد عندها. وساعتها بتفضل تعمل فيها حلالة المشاكل المستعصيه، وبتوعدها انها هتحقق لها كل احلامها في انها تكون بشريه. واول لما بتسمع ايريل الكلام ده بتكون الفرحه مش سايعاها، وبتكون مستعده تعمل اي حاجه مقابل انها تقابل حب حياتها على شط البحر. وهنا بقى بتقرر الساحره تحولها لمده 3 ايام بس البشريه، بشرط انها في الوقت ده لازم تخلي الامير ايريك يقع في حبها، يا اما هتفقد روحها للابد. ومش بس كده، دي كمان هتاخد صوتها السحري معاها
معاها رهن لحد ما ال3 ايام يخلصوا، وبتشرط عليها انها لازم قبل غروب اليوم التالت تاخد قبلة الحب من الامير. وساعتها بتفضل ايريل تعوم عوم السنين عشان توصل لبر الامان اللي كانت بتحلم بيه. وبنكتشف هنا ان الساحرة عملت كل احتياطاتها اللي هتخلي ايريل تفشل فشل ذريع في حب الامير. وبنلاحظ فرحة ايريل اول لما خلاص بتتاكد انها بقت بشرية، وبيكون اصحابها كلهم حواليها بيراقبوها من بعيد لبعيد. ومش قادر احكي لكم اكتر عن سعادتها اول لما بتعرف ان الصياد هياخدها للقصر الملكي، وساعتها بيكون كل املها انها تقابل حب عمرها الامير ايريك. واول لما بتوصل القصر بتكون مش مصدقه اي حاجه من اللي شايفاها حواليها، وبتحاول جواري القصر تروق عليها كده بالطريقه عشان يخرجوها من المود ده. وهنا بقى بيكونوا فاكرين انها ما بتتكلمش بسبب صدمه عصبيه، وعلى طول بتجري الجاريه تنادي الامير يمكن تطلع البنت اللي عمال يلف عليها كعب داير بقاله كتير. وللاسف اول لما بيشوفها ايريك ما بيتعرفش عليها من اساسه، وهي بتكون في صدمه رهيبه من تجاهله ليها بعد كل التضحيات اللي عملتها عشانه. وبيجي عثمان بعد ما يا عيني نفسه اتقطع من الجري وراها في كل حته، وبيطمنها انه مش هيسيبها ابدا غير لما تكون في الكوشه مع الامير. وبعدها بتتسحب ايريل من غير ما يحسوا بيها، ولما بتوصل للاوضه السريه بتاعت ايريك بتلاقي الكنوز البشريه على حق، ووقتها بيطب عليها ايريك من غير اي انذار زي القضا المستعجل. واول لما بتلاقيه واقف قدامها بتموت في جلدها من كتر الكسوف، وهو طبعا بيكون لطيف جدا معاها لدرجه انه اداها التمثال هديه. وهنا بقى بتفضل ايريل تعلمه ازاي يتبسط بالكنوز بتاعته، وبيقعد معاها لحد الفجر يرغي رغي السنين. ومش بس كده، ده كمان بيعرفها كل حدود البلاد بتاعته، وبيعدي الوقت في غمضة عين ومش بيكونوا حاسين بأي بني آدمين حواليهم. وبيأمر المساعد بتاعه إنه يجهز لهم عربية يكرزوا بيها هما الاتنين. وفعلا تاني يوم الصبح كل حاجة بتكون جاهزة للرحلة، وبيكون إيريك في منتهى الحماسة إنه يقضي وقته معاها. وبتحصل حبة مغامرات كده من اللي قلبك يحبها أول لما بتقرر إنها تسوق العربية. وهنا بقى بيدغدغوا الطريق كله حتة حتة لحد ما بيوصلوا السوق، وساعتها بنكتشف إن إيريل دي على الله حكايتها ومش فاهمة أي حاجة في أي حاجة، لدرجة إنها بتاكل 3 كيلو وردة على أساس إنه مكمل غذائي. وبيحتفلوا سوا مع أهل القرية على طبل وزمر ولا في الخيال. وفي عز الأجواء الممتعة دي العملية بتبهوأ منهم على الآخر، وباين كده والله أعلم إن السنارة غمزت. وطبعا وهم راجعين من رحلتهم بيعمل النورس خطة جهنمية عشان يوفر لهم جو رومانسي. وأول لما بيركبوا المركب بتكون الخطة ماشية حلوة جدا زي السكينة في الحلاوة. وهنا بقى أصحابها بيقرروا إنهم يساعدوها من غير ما تحس بوجودهم حواليها، وبيقدروا فعلا إنهم يعملوا أحلى أجواء رومانسية بأقل الإمكانيات. وبيبتدي الأمير يحس إحساس غريب ناحيتها لخبط كل كيانه، وبيكون عنده فضول كبير إنه يعرف اسمها أو أي حاجة عنها. وبعد ما بتستخدم النجوم عشان تعرفوا اسمها بيجي بقى الوقت المنتظر للبوسة السحرية. ورغم إن الأمير خلاص بيكون سلم قلبه ليها، للأسف بتيجي هادمة الملذات وبتبوظ كل ده في أقل من ثانية. وساعتها الساحرة بتكون في قمة غضبها عشان بتفشل إنها تفرق بينهم رغم كل محاولاتها، وبتقرر تعمل خطة جديدة تاكل بيها عقل الأمير لحد ما آخر يوم يعدي. وعلى الناحية التانية بنلاحظ إن إيريل ولا في دماغها أي حاجة غير حب الأمير. وطبعا بيدخلوا البيت هما الاتنين على طراطيف صوابعهم على أمل إن محدش ياخد باله. ومش قادر أحكي لكم على كمية الضحك لما بيقفشهم المساعد بتاع الأمير، وبيكون مبسوط جدا إنه نسي موضوع البنت اللي كان خوتهم بيها. ولأجل الحظ المنيل وهو بيعترف لإيريل بحبه بيسمع من بعيد الصوت اللي دايما كان موهوم بيه، وعلى طول بيجري يدور على الصوت في كل مكان، وبيقدر أخيرا يلاقي البنت اللي معتقد إنها أنقذت حياته من الموت. وهنا بقى بيحكي النورس لإيريل عن كل اللي حصل، وبينبهها إنها لازم تلحق نفسها قبل ما تخطفوا منها من غير ما تحس. وعلى طول بتاخد ديلها في اسنانها وبتروح له، وطبعا بتتصدم صدمة عمرها أول لما بتلاقي الكلام كله حقيقي. وساعتها بتقرر تختفي خالص عن عيون كل الناس حتى أصحابها اللي بيحبوها. وسط ما هم قلبين الدنيا عليها بيسمع نورس صوتها جاي من شباك القصر، وساعتها بس بيتأكد إنها الساحرة الشريرة ومتنكرة في هيئة بنت جميلة. ووسط كل ده بيجي نورس وبيفطمها على الزتونة كلها، وبيطلعوا يجروا على القصر يمكن تلحق تبوس الأميرة قبل غروب الشمس اللي بيكون قلب القصر باللي فيه على إيريل. وبيحس إنه اتورط في جوازة ملهاش أي 30 لازمة، وللأسف بيكون مضطر إنه يقدم هدية الخطوبة لعروسته اللي مش طايقها. وهنا بقى بتيجي إيريل وبتطبق في زمارة الساحرة لحد ما بتاخد السلسلة بتاعتها، وبعد ما بتكسرها 30 حتة بيرجع لها صوتها السحري من أول وجديد. ووقتها بيتأكد إيريك إن دي فتاة أحلامه اللي كان بيدور عليها. بس للأسف بتغرب شمس اليوم الأخير قبل ما تديله البوسة، وبتنكشف حقيقة الميرميد قدام كل اللي موجودين. وبكده بتكون فريسة سهلة في إيد الساحرة المجنونة لحد ما يبان لها صاحب. ولحسن الحظ بيظهر تريتون في الوقت المناسب عشان يخلص بنته من كل ده. وساعتها ما بيلاقيش قدامه أي حل غير إنه يتنازل عن كلوت البحر مقابل حياة بنته، وشكله كده هيضحي كمان بحياته مقابل إن
ان بنته ما يمسهاش اي خطر، وايريل بيظهر فجأة عشان يخلصها من ايد الساحرة اللي بالغلط بتخلص على التعابين بتاعتها. وقتها طبعا بتكون في قمة الغضب وبتقرر انها تنتقم منهم اشد انتقام، وفجأة بتعمل فيها جون ترافولتا وبتقلب البحر كله على دماغهم. ورغم كل المصايب اللي هم فيها بيقرروا يواجهوها بمنتهى الشجاعة، وبنكتشف فعلا ان طاقة الحب اللي جواها تقدر تسوي الهوايل، وبتنجح في انها تقضي على الساحرة الشريرة في غمضة عين. وبعد ما بتطمن على ايريك بترجع قلادة البحر في مكانها تاني، يمكن باباها يسامحها. واول لما بتشوفه بتكون فرحانة جدا وبتعتذر له عن كل عمايلها السوداء، وطبعا بيسامحها بعد ما بيشرط عليها انها ما تخرجش من البحر تاني. وهنا بقى بيحس تريتون بتأنيب ضمير بشع على كل قراراته معاها، وبيديها فرصة لحياة جديدة زي ما كانت بتتمنى طول عمرها. وفي عز ما ايريك غرقان في احزانه اللي ملهاش اول من اخر، بيلاقيها واقفة قدامه على رجليها وبياخدوا بعض حضن مطارات. وبعدها بتعمل لهم الملكة احتفالية وداع ولا في الاحلام، وبتبارك جوازهم بعد ما اتأكدت ان الحب فعلا بيعمل المعجزات. وهنا بقى بنعرف ونتعلم انك لو قابلت حب حياتك ما تفرطش فيه مهما حصل، ويا ريت ما تفرطش فينا احنا كمان وتوصلنا ل1,000,000 متابع.